يعني ده منظر الشارع من بره. هنا في منطقة جبلية كبيرة أوي، أنا طلعتها قبل كده، حلوة جدا بصراحة. بتشوف بقى أول ما تطلع فوق تشوف البلدة كلها من تحتيك بشكل وهم يعني. يعني هي حارة شوية، بس يعني حارة فيها محلات والدنيا لذيذة من هنا. أول يوم ليك في ألمانيا يعتبر أول يوم ليك في أي بلد جديدة، بلد عارف إن أنت رايح عليها، سواء تستقر فيها أو لدراسة أو لحاجة مش في غرض السياحة يعني. فبتبقى برضو خطوة مهمة، في ناس كتير بتبقى متوترة من الموضوع، برضو تجربة جديدة يعني الناس كتير وكده. النهاردة في الفيديو دوت يعني هحكي تجربتي أنا أول يوم ليا. وبرضو اللي ما يعرفنيش، أنا جورج دروس، طالب ماجستير في ألمانيا، لسه ما بدأناش دراسة بس ماشيين في إجراءات الانرولمنت وكده. اتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت على القناة عن ازاي تجهز الورق بتاعك للدراسة. لو ما شفتوش لسه الفيديو هتلاقوه هنا على الشاشة، تقدروا تشوفوه لو يعني عايزين تمشوا في إجراءات السفر وكده. في كمان فيديو تاني اتكلمت فيه عن بعد ما تجهز ورقك ازاي تقدم على الجامعات، وازاي تقدم بعد كده الفيزا وكده. سلسلة الفيديوهات دي كلها ممكن ترجعوا لها، هتلاقيها موجودة في القناة عندي هنا. ويعني أنا شايف إنه يبقى أحسن إنه بعد ما أعدي كل خطوة أو كل تجربة في مغامرة بتاعة السفر بره دي كلها، أعمل لها فيديو برضو أحكي للناس إيه اللي مريت بيه، الدنيا مشيت إزاي وكده. أنا لسه واصل بقالي حوالي 3 أسابيع كده. أول جزء طبعا في اليوم هو المطار، وإنك تودع أهلك وكده، وأهلك يوصلوك، والشنط والحاجات دي كلها. فدي طبعا حاجة أساسية في أي رحلة أو أي سفر الواحد بيمر بيه. أهلي كانوا معايا، وصديق ليا عزيز عليا كمان كان موجود معايا وساعدوني في نقل الشنط. يعني طبعا لما بتبقى رايح تسافر لفترة طويلة بيبقى طبعا يعني الشيلة بتبقى كبيرة طبعا. فيعني كنت جايب شنطتين، واحدة منهم هي هنا موجودة على جنب. بتبقى الشيلة رخمة طبعا وتقيلة وكده، لأن حاجات كتيرة بتبقى طالع بيها. ده زائد إنه احتمال هيبقى في حاجات تانية هتبقى محتاج حد يبعتها لك تاني برضو من مصر. يعني تبقى دايما لازم في حاجة ناقصة منك عايز تجيبها. فطبعا الشنط، أول حاجة بنروح المطار نظبط البوردنج بتاعنا، نعرف البوابة فين اللي هنبقى فيها. لو عندك طبعا لازم تعدي على ضابط الجوازات علشان يعرف موقفك من التجنيد وكده. انا كان موقفي كان اعفاء، فكده كده بتيجي معاك بشهاده الاعفاء طبعا يا جماعه، عشان في ناس كتير بتسال على الموضوع دوت اللي بيبقى عليهم جيش وكده. الموضوع بيبقى بسيط جدا. انا كان معايا اللي هو الاعفاء النهائي. فسواء معاك لازم يبقى معاك سبب عموما، اعفاء مؤقت، اعفاء نهائي، نهايه خدمه، حاجه تثبت يعني موقفك من التجنيد او موقفك من الجيش عموما. وبتقدمها على الضابط بتاع الجوازات، وعادي خالص بيبص عليها، بيطلع عليها حاجه بسيطه قوي وبيختم لك الورق. يعني ما كانش في اي مشاكل واجهتني في الموضوع دوت، فكانت الموضوع بسيط جدا. تاني حاجة خلاص بتمشي وبتروح للبوابة بتاعتك وتتأكد إن هي دي البوابة والطيارة اللي أنت طالعها كده، وبس بتركب طيارتك. الموضوع كان بسيط. أنا كانت التذكرة بتاعتي كانت الصبح بدري كمان، يعني كانت الساعة 11 ونص 12 ففي البدري. وبرضو الفترة اللي احنا فيها يعني ده كان في شهر 9، فشهر 9 كانت الدنيا لذيذة يعني، ما كانش فيه ضغط خالص في المطار. المطار كان في يعتبر فاضي يعني، فكان الموضوع سلس جدا معايا في الطار وكده والكلام ده. الرحلة بتاعتي كانت وان واي دايركت على طول لمطار ميونخ. الرحلة خدت حوالي 4 ساعات وشوية، يعني نقول 5 ساعات في الفترة اللي قاعد فيها في الطيارة وكده. بعد كده نزلت المطار، خدت شنطي. برضو المطار كان نزلت مطار ميونخ، المطار كان فاضي يعتبر، برضو ما كانش فيه ضغط خالص فيه، فالدنيا كانت لذيذة برضو. طبعا في المطارات بتاعت ألمانيا وكده يعني احتمالية 85 90% هتعدي على السول. السول اللي هو الكاستمز يعني في ألمانيا. فعديت طبعا عليهم وكده، بس انا كنت مستعد للموضوع يعني، عارف انه احتمال هيوقفوني، لانه بيبقى معاك شنط وكده، بيبقى شكلك برضو ان انت اجنبي وكده. فبالذات دول اللي يركزوا عليهم شويه عشان الحاجات اللي معاهم وكده. طبعا كقاعدة عامة يعني في شنطك ما تجيبش معاك مثلا حاجات فيها لحوم فريش أو طبيخ الحاجات بتاعتنا المصرية في مصر وكده، يعني ما بيحبوش الحاجات دي قوي. فواكه برضو ابعد عن الفواكه، بالذات الفواكه الاستوائية وكده. الحاجات دي برضو مش لطيفة يعني، ما بيبقاش فيها غرامة وكده أو يسحبوا منك الحاجة وكده. يعني حاول لما تبقى طالب جاي فتبقى جايب حاجات بسيطة أوي. أنا كل اللي كنت جايبه كانت معلبات تونة بس، يعني تونة وسردين. هما بيحبوا المعلبات أوي يعني، أخليك في الحاجات المعلبة. هو السمك والحاجات دي بتبقى بسيطة جدا، مفيش أي مشاكل. فهم وقفوني، سألوني جاي منين
2 يعني كانوا ناس لطاف أوي، يعني مفيش حاجة، بيضحكوا وهزروا معايا فعادي يعني. سألوني جاي منين، معاك كام كاش مثلا، معاك يعني يورو أو دولار أو أي عملات تانية ولا يورو بس كده يعني. بس بعد كده حطوا الشنط على السكانر. شنطة كان معايا شنطتين، واحدة منهم كانوا محتاجين يفتحوها يبصوا فيها، التانية ما فتحوهاش. كنت جايب معايا، يعني أنا بجيب معايا أجهزة إلكترونية كتير فكان معايا اللابتوب وتليفون وتليفون تاني وجهاز تاني لو تسمع عنه اللي هو الستيم ديك، فبيبقى معايا أجهزة كتير لأن برضه معرفش ظروفي، فلو حاجة باظت يبقى معايا حاجة تانية أقدر استعملها احتياطي، عشان برضه الواحد بيبقى قلقان برضه في الفترة الأولانية، يعني مش عارف ايه اللي ممكن يجرى أو يعطل فيه، فبيبقى معايا دايما أجهزة بالذات احتياطية عشان لو جهازي الأساسي باظ أو كده يبقى معايا حاجة تانية استعملها. فكانوا بس بيبصوا على الحاجات ديت لأنه يعني بيتأكدوا ايه الأجهزة، فبس بصوا على دوت، بصوا على ايه الأكل اللي كنت جايبه بس، وكده كان كل حاجة. قفلت شنطتي، خدت حاجتي ومشيت. دلوقتي أنا في مطار ميونخ، تمام، لكن أنا وجهتي مش في ميونخ، يعني أنا في بلدة تانية صغيرة بعيدة خالص عن ميونخ، أساسا حوالي 200 كيلو. فهنعمل ايه بقى في الحالة ديت؟ في الحالة ديت لو ليك حد قريب في المكان في ألمانيا يعني يقدر يجيبك، يقدر يوصلك، صديق قريب أي حد تعرفه، دي طبعا حاجة ممتازة جدا. لكن في حالتي ما كانش في حد هيجيبني وكده أو يوديني في أي حتة، فكان لازم أعتمد على إن أنا أركب قطر. فما بتروح المطار، معظم المطارات الكبيرة في ألمانيا بيبقى فيه قطر موجود، يعني قطر في المطار بيوصلك للمحطة الأساسية بتاعت البلد اللي أنت فيها، والمحطة الرئيسية بتاعت ميونخ تدور بقى تركب ايه ولا تعمل. فده طبعا اللي عملته، مشيت طوالي قدام اليافطة اللي عليها علامة القطر، هي بتبقى يافطة كده موجودة، فمشيت وراها لحد ما لقيت القطر. طبعا يعني أكيد مش هركب القطر على طول فكان لازم أحمل أبلكيشن الدي بي، تمام. الأبلكيشن دوت طبعا مهم جدا في الفترة الأولانية علشان تعرف تدفع بيه وكده. طبعا ما كانش معايا فيزا ساعتها عشان أدفع بيها، كنت بدور على المكان اللي بياخد كاش لانه ما كانش معايا غير كاش وكده. فبيبقى في مكان اللي هو الفاكاتن اوتومات ديت، بتبقى موجوده في كل حته، بتاعه الدي بي، تحجز بيها عادي قطارات وكده، وبتختار الرحله بتاعتك وكده. لكن على حظي كانش في يعني مكان بياخد كاش، كله بياخد فيزا، وانا معيش فيزا ساعتها لاني كنت سايب الفيز بتاعتي وكده الاهل، وانما ما كانتش يعني احسن حاجه. كان المفروض اخد معايا كارت فيزا او اي حاجه، كريدت كارد يعني عموما تسلك بيه حالك في الفترة الأولانية. بس مش مشكلة، كلمت ساعتها أهلي، لقطت نت من المطار وكده وكلمتهم. قلت لهم يعني أنا عايز بيانات الفيزا عشان أدخلها في الأبليكيشن. حملت الأبليكيشن، دخلت كارت الفيزا، ظبطت الدنيا، وحجزت لي تذكرة توديني من مطار ميونخ لمحطة القطر بتاعت ميونخ الرئيسية. فالموضوع برضو كان بسيط، مجرد 2 سيرش موجودين فوق بعض، واحد بتحط فيه المكان اللي انت واقف فيه والمكان اللي انت عايز تروح فيه، وبتدوس زوخن يدور لك على التذاكر المتاحة دي. دايما ارجح الناس في الاول انها تستعمل التذكرة اللي اسمها تاجس تيكت بلس. دي بتبقى يعني تذكرة بتحدد ان انت عايز تروح من منطقة كذا لكذا، وتبقى مفتوحة لك بقى، تركب القطر اللي انت عايزه، تركب يعني تاخده كذا مرة اللي انت عايزه، طالما ان انت بتلعب في نفس المنطقة اللي انت اخترتها في الاول. براحتك يعني على مدار اليوم، كمان معاك الوقت كله تقريبا، بتبقى لحد الساعة 3 بالليل. بيبقى أوقات في تفتيش وكده، فعشان يعني تبقى معاك تذكرة طبعا وما تركبش أسود يعني. نزلت بعد كده المحطة الرئيسية. بعد كده طبعا أنا مش عارف بقى هنعمل إيه بعد كده، يعني بركب منين أنا قطر يوديني لهناك. هنا بقى جت الفرصة الحلوة إن إحنا نبدأ نلطش في الكلام مع الناس بالألماني. فيعني أنا الألماني بتاعي مش قوي خالص، يعني يعتبر A1. A1 مش A1 كامل، يعني مش ليفل كامل وكده فبلطش مع الناس حاجة بسيطة يعني الناس كانت كلها لذيذة يعني بصراحة، ما قابلتنيش ناس رخمة أو كده، كل الناس بتساعد، كل الناس محترمة. ناس كتير أصلا لما يعني شايفيني بتكلم شوية ألماني مش قوي، فبيقولوا لي بتتكلم إنجليش يعني عادي، فبقول لهم أقدر أتكلم إنجليش، فبيتكلموا معايا إنجليش مش مشاكل. معظم الناس كده بتتكلم إنجليش فكويس يعني. بس دايما يعني تبادر أنت بالألماني، تبدأ أنت عشان برضه تتعلم اللغة وكده. بحس الناس بتبقى لذيذة أكتر كمان لما تلاقيك داخل عليها بالألماني، فمعناه إن أنت بتحاول يعني معرفش، بحس إنهم بيبصوها بطريقة أحسن يعني لما
تبقى انت بادئ الكلام معاهم بالالماني وكده. لكن العموم يعني قعدت اسال اللي حواليا كلهم، واي مكتب استعلامات الاقيه في المحطه الرئيسيه اخش اسال فيه. المهم استنتجنا ان انا لازم اخد ناشونال اند انترناشونال ترين. ده كانت اللي هي الست بتاعت الاستعلامات قالت لي. انا مش متذكر بالظبط كانت ايه والنوع بتاع القطر دوت، بس يعني هو كان قطر برلين عامه اللي ركبته. عموما لقيت قدامي مكنه بتاخد كاش، اللي هي مكنه فقط اوتومات اللي انا كنت بدور عليها، اللي بتاخد الكاش. دخلت على المكنه، فيها نفس الانترفيس بتاع الابلكيشن بتاع الدي بي. فبس حطيت انا واقف فين، انا رايح فين، ظبطت لي ورتني الرحلات المتاحه. بختار اقرب واحده ليهم في الميعاد بتاعي، لانه كده كده انا واقف قدام القضبان، فمفيش مشاكل انه مش هتاخر يعني على المحطه. فلقيت رحلة هتبدأ كمان ربع ساعة. حلو جدا. لقيته بيقول لي بعد سالن وكده، يعني هندفع. حطيت الفلوس، الورقة اتسحبت في المكنة ومية مية، واداني الباقي واداني التيكت. الدنيا مشيت جميل زي الفل، تمام قوي تمام قوي. ببص كده في الورقة مش فاهم أي حاجة من المكتوب فيها، كلها طراطيش. لقيت واحد من العمال بتوع الدي بي بيبقى لابسين فيست برتقاني وعليه الدي بي اللوجو بتاعه. فسألته نعمل ايه ولا اركب ايه؟ فالراجل قال لي جلايس كذا. جلايس، ايوه القضبان، ماشي حلو جدا. قال لي هتمشي لحد مكان معين، مدينة كبيرة اسمها نيورنبرج. النيورنبرج قال لي هتعمل تحول تشينج تمام. ففهمت يعني. حلو برضه التفتيش مع الكلام مع الناس كده بيعلمك كتير. المهم فهمت ان انا الرحلة دي مقسومة قطرين. هركب قطر اتجاه برلين، القطر دوت هوصل فيه لحد محطة اسمها نيورنبرج، انزل فيها هبدل بقطر تاني يوصلني بقى على مكاني. حلو جدا حلو جدا، تمام قوي. نستنى القطر. القطر طبعا بيتأخر، والقطر اصلا واصل متأخر. اللي انا اصلا هبدأ بيه الرحلة اتأخر تقريبا ربع ساعة 25 دقيقة حاجة زي كده عبال ما. فانا كنت طول الوقت وانا قاعد في القطر الاولاني قاعد انا شايل هم، ما هو اكيد القطر التاني دوت هيطلع يعني على ميعاد معين برضو. فافرض انا ما التأخير اللي حصل في الأول دوت عبال ما القطر وصل، عبال ما أوصل المحطة اللي هبدل منها يكون أصلا القطر التاني اللي أنا هركبه مشي أوريدي. ده اللي أنا حاطه في بالي، وده بالظبط اللي حصل. فعبال ما وصلت لنورنبرج كان أصلا القطر فاتني اللي هبدله. ف وكان الوقت بدأ يتأخر 9 وشوية ولا حاجة بالليل. فطبعا بدأت أقلق شوية من إني ملحقش. لقيت واحد من بتوع التفتيش بتوع القطورات، أنا مش عارف اسمهم إيه دلوقتي، بس فقلت حلو نسأل دوت علشان لو حصلت أي مشكلة وجا على الحظ في تفتيش ابقى ايه، انا سالته من الاول واتاكدت من الدنيا. فقعدت الطش معاه بالكلام وقلت له على اللي حصل معايا، ان انا كان المفروض اركب القطر الفلاني اللي هيوديني للمدينة الفلانية، اتأخر القطر الأولاني اللي ركبته وده فاتني، هعمل إيه دلوقتي؟ قال لي اركب القطر دوت، القطر ده هيوصلك محطة قبل المحطة اللي أنت المفروض تنزل فيها، بلدة جنب البلدة بتاعتي. فقلت مش مشكلة نركب يا عم أي حاجة، بس المهم إيه نقرب لبعض المسافات على قد ما اقدر. فركبته والراجل فعلا عمل تفتيش في القطر دوت، بس عدى عليا وقال لي تمام وكده. انا مش عارف يعني اعتقد من حقي لو انا فاتني القطر، كده كده دي حاجه مش بايدي. فاعتقد لو فاتني القطر بسبب تاخير القطر هركب القطر اللي بعده كده كده في رحلتي يعني. بس ما علينا. طبعا القطر اللي انا ركبته برضو بطيء وبيقف كتير وماشي بالراحه. فحاله صعبه جدا. عبال ما وصلت كانت الساعه كام؟ الساعه تقريبا كانت 11 وشويه، تقريبا 11 ونص ولا حاجة. فكانت الدنيا خلاص قفلنا كده، باي باي. فعبال ما وصلت كده انا خلاص وصلت البلدة جنب البلدة اللي انا المفروض ابقى فيها، فرق محطة ولا بتاع. بس جيت ابص في الرحلات مفيش. الرحلة التانية بقى اللي جاية الساعة 4 ولا حاجة. وطبعا كل الناس مشيت وبقيت انا لوحدي في المحطة كلها. ومعايا الشنطتين بتوعي التهمة اللي قاعد ماشي بيهم دول، قصة لوحدهم ان انا امشي بيهم واطلع سلالم وانزل سلالم بالشنط. كانت مغامرة جامدة بصراحة. بس المهم وصلنا خلاص. فقلت خلاص هطلع بره اشوف تاكس، يعني جه في بالي التاكس، قلت ما اكيد في تاكس. يعني اكيد. وحصل فعلا، طلعت بره على المحطة، يعني على البوابة الرئيسية بتاعة المحطة، ولقيت واحدة ست كانت تاكس يعني هي لقيتني جاي عليها، فهي راحت ركنت لي على وقت هتتحرك بس وقفت. وقلت لها يعني ان انا عايز اروح مكان كذا، برضو بلطش بالالماني معاها. فقالت لي تمام. بس مش انا اللي هعمل معاك الرحله.
في واحد زميلي هو اللي معاه عربية اللي هي الفولكس فاجن الفان الكبيرة، قالت لي عشان انت شنطك كبيرة وكده، وهي عربيتها كانت مرسيدس صغيرة واجن فما كانتش هتكفي. فبعد كده كلمت زميلها التاني، جه زميلها خد شنطي ووداني العنوان اللي انا كنت رايح عليه وكده وبس، وما فيش مشاكل. الموضوع كله ربع ساعة ولا حاجة. صرفنا ممكن زيادة على التاكس وكده، لكن كويس انه كان موجود اصلا. يعني الساعة كانت 11 وشوية، انا عارف هنا بيناموا بدري شوية، ما كنتش متوقع ان الاقي تاكسي قدامي اساسا. بس يعني كويس الدنيا مشي. انا لما وصلت ما وصلتش على السكن بتاعي اللي هو الاساسي، سكن الطلاب وكده اللي هو اللي انا فيه دلوقتي. انا وصلت على سكن مؤقت، لانه كان السكن بتاعي لازم تبقى موجود في البلد الاول عشان تمضي ورق ومعاهم وكده، ما ينفعش تروح على السكن على طول. فحجزت ساعتها مكان، كنت من قبل كده وانا في مصر حاجز مكان مؤقت على اير بي ام بي. برضو ارجحه لناس كتيرة لو ما لقيتش سكن خالص في الفترة الاولانية ليك ومش عارف هتروح على فين. دور في اير بي ام بي، هتلاقي ناس بتبقى بيت كبير مثلا، او حد عنده بيت فيه اوض كتيرة، او يعني بيأجر الأوضة بالليلة. فهتلاقي أسعار كويسة جدا وحاجات بسيطة يعني هتلاقيها تقدر تقعد فيها. أنا قعدت هناك، كان راجل وست عواجيز شاريين بيت كبير، بيت عيلة كبير، وبيأجروا أوض فيه كتير. هو البيت فيه زي شقتين كاملين، وفي الدور الفوقاني خالص في اوض صغننه متفرقه. فحجزت اوضه من الاوض ديت، قضيت فيه وقت لطيف جدا. الراجل وست محترمين جدا وكانوا لطاف جدا معاهم دايما على الشات ان انا هتاخر معلش والقطارات مش عارف ايه. فضلوا قاعدين مستنيني. انا عبال ما وصلت لهم كانت الساعه 12 ولا حاجه، 12 وشويه. الراجل والست كانوا مستنيين عشان يفتحوا لي الباب ويدوني مفاتيحي. اصروا لما وصلت انك لازم تشرب معانا الشاي، لازم تشرب. قعدنا نتكلم مع بعض حبة حلوين وكده، وعن دراستي وجاي منين. دخلت اوضتي، حطيت شنطي على جنب، اترميت على السرير بقى زي المقتول بقى. يعني نمنا بقى حبة حلوين جدا. يعني كان يوم شوك، بس كان لذيذ بصراحة. يعني انا انبسطت في اليوم عادي. هو تعبت فيه، بس كان يوم يعني حلو. حاسس ان انا بعمل حاجة انا كنت عايزها من زمان. فالاحساس دوت لما تبقى رايح على حاجة انت كنت عايز تعملها، فبتلاقي التعب ده كله. انا كنت قاعد بضحك على نفسي كده، وانا في الفتره اللي كنت بتنقل فيها في القطورات وعمال ادور واسال الناس. يعني كان كده يعني في احساس حلو كان الواحد وهو بيمر بالتجربة. بس دي كل حاجة. وقعدنا هناك في السكن المؤقت دوت. الراجل بتاع السكن بتاع الطلاب هنا كلمني خلاص ان ورقك جاهز مظبوط كل حاجة. رحت له، اداني المفاتيح، ورق الانميلدونج، عقدك، مضينا العقد، ظبطنا كل حاجة، عملت الديبوزيت، حولت فلوسي، خلصنا كل حاجة، الموضوع خلص وخلاص. واهو ادينا هنا موجود دلوقتي في سكن الطلاب في ألمانيا. الدراسة بتاعتي لسه ما بدأتش. الدراسة بتاعتي يعني تبدأ خلال أسبوع ولا حاجة. بس حاليا أنا بظبط ورق الانرولمنت، لأنه الجامعة بتبقى طبعا محتاج تقدم كل الورقيات بتاعتك اللي أنت استعملتها، زي ما اتكلمت قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت عن الأوراق اللي أنت استعملتها في التقديم على البروجرام. لازم تبعتها لهم تاني طبق أصل. وفاضل دلوقتي التأمين بتاعي برضو، في بيبقى كوميونيكيشن كده بيحصل ما بين التأمين والجامعة علشان يتأكدوا إنه التأمين بتاعي ساري فعلا وحقيقي. يعني ليها فيديو تاني بقى أتكلم فيها. بس عموما يعني مسألة وقت الفترة دي وبس. يعني ده كده اليوم بتاعي، أول يوم ليا في ألمانيا. وبس دي كده كل حاجة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوناش بلايك، سبسكرايب للقناة. أنا عارف في ناس سألتني أسئلة في الفيديوهات اللي فاتت، فمعلش لو ما ردتش عليهم. بس عشان الفترة ديت كانت مش في وقت إني أفتح يوتيوب وكده أو نعمل فيديوهات وكده. بس الحمد لله النهاردة كان أجازة وكده. فأي حد عنده أي حاجة يكتبها لي وهنعمل لها فيديو إن شاء الله، أو أي أفكار. برضو لو عايزين نعمل فلوجز أو حاجة معينة في المكان، المدينة اللي حواليها، أو أتكلم عن المكان اللي أنا فيه بتفاصيل أكتر، جاي طبعا ليه حاجات تانية متقلقوش. دي كده كل حاجة عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده. يلا سلام.